أغرب حاجة في المشرحة مش الجثث، أغرب حاجة هي إنك ممكن تفتح سجل قديم تلاقي فيه اسم شخص لسه عايش وتاريخ وفاته مكتوب بالتفصيل. بس اللي حصل معايا أنا إن اسمي ظهر لي في السجل قبل ما أموت ب3 أيام، والأسوأ من كده إن تحت اسمي كان فيه ملاحظة مكتوب بخط إيدي: أنا اسمي أشرف، ومن حوالي كام سنة كنت شغال إداري في مستشفى حكومي قديمة في القاهرة. شغلي ما كانش له علاقة بالطب خالص، كنت مسؤول عن أرشفة الملفات القديمة. لو أنت لسه جديد في القناة أو لسه جديدة في القناة، فأتمنى يا أستاذة ويا أستاذ إن أنتوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد فضلا وليس أمرا. وأتمنى إن أنتوا تعملوا لايك للفيديو دوت، وأتمنى كمان إن أنتوا تسمعوا القصة للنهاية، يمكن تعجبكم. فمش هطول عليكم أكتر من كده، ويلا بينا نكمل باقي القصة ونبدأ على بركة الله. تسجيل بيانات الحالات وترتيب المستندات اللي محدش بيحب يقرب منها. ومن ضمن الأماكن اللي أنا كنت بروحها المشرحة. المكان كان موجود في آخر ممر تحت الأرض، ممر طويل لمبته بيضة وضعيفة، والحيطان لونها أصفر من أثر الرطوبة. أكتر حاجة كانت بتضايقني هناك إن الممر كان دايما ساقع حتى في عز الصيف. في يوم حوالي الساعة 11 بالليل مدير القسم كلمني وقال: كريم، محتاجك تنزل المشرحة تاخد شوية ملفات قديمة وتحطهم في الأرشيف. قلت له: دلوقتي؟ ضحك وقال: أيوة دلوقتي، هو الموت بيهرب يعني؟ ضحكت معاه وقلت: خلاص تمام، اديني بس لحظات. بس والله ما كنت أعرف إن الجملة دي هتفضل ترن في دماغي. بعدها بأيام نزلت الممر، كان هادي بشكل غريب. سمعت صوت التكييف القديم، بعدين صوت مية بتنقط. دخلت غرفة الأرشيف، كانت مليانة دواليب حديد قديمة وكل دولاب عليه أرقام. بدأت أدور على الملفات المطلوبة، وبينما أنا بدور سمعت صوت ورق بيتقلب ورايا. وقفت وبصيت، مفيش حد. قلت لنفسي أكيد الهوا. رجعت أدور، بعد ثواني سمعت نفس الصوت بس المرة دي كان أقرب. بصيت على آخر الدولاب، كان في ملف واقع على الأرض. الغريب إن الملف كان مقفول بدبوس مصدي وعليه ورقة صغيرة مكتوب عليها: ممنوع الفتح. طبعا الفضول غلبني، فتحت الملف. جواه صورة وتقارير قديمة جدا. في أول صفحة كان في جدول بأسماء أشخاص، اسم، تاريخ دخول، وتاريخ وفاة. قعدت ألف في الصفحات لحد ما وصلت الصفحة خلت إيديا تتجمد. كان في اسم محمود عبد السلام، تحت الاسم تاريخ الوفاة من حوالي 10 سنين. بس محمود ده كان لسه عايش معايا في المستشفى. طلعت الموبايل واتصلت بيه، ورد بعد كام رنة. قلت له: انت فين؟ قال: انا في البيت. سكت شوية وبعدين قلت: محمود، اسمك موجود في السجل القديم عندي. ضحك وقال: يا عم بطل هزار. قلت له: مش بهزر. سكت وبصوت متوتر قال: اقفل الملف يا أشرف. سألته ليه؟ قال: ما تفتحش أي حاجة تانية، وقفل السكة. فضلت باصص للموبايل وبعدين سمعت صوت من بره الغرفة، صوت عجلة معدن بتتحرك على الأرض زي الترول اللي بينقل الجثث. واضح جدا إن كان حد بيزقه. الصوت قرب ووصل قدام الباب وبعدين وقف. سكت كل حاجة. قربت من الباب وفتحته سنة صغيرة. الممر كان فاضي، لكن الترول كان واقف قدام الغرفة وعليه ملف واحد. الملف كان مفتوح، وعلى أول صفحة مكتوب: محمود عبد السلام، في خانة تاريخ الوفاة. كان نفس التاريخ اللي شفته في الملف القديم. تاني يوم سألت محمود عن الموضوع، رفض يتكلم، لكن قبل ما يمشي قال لي: لو لقيت ملف باسمك ما تفتحوش. ضحكت وقلت له: انت عرفت منين اني هلاقيه؟ ما ردش ومشي. ومن اللحظة دي بدأت أشك إن محمود عارف حاجة أنا معرفهاش. بالليل رجعت للأرشيف، كنت مصمم أعرف الحقيقة. فتحت الدواليب واحد ورا التاني لحد ما لقيت درج صغير مقفول بمفتاح. المفتاح كان متعلق جنب الدرج. فتحته، جواه عشرات الملفات، بس الملفات دي مختلفة، مفيهاش تقارير طبية، مفيهاش أسماء أطباء. كل ملف كان فيه صور شخص وتاريخ وتحتهم جملة واحدة: تم التسجيل قبل الوصول. قلبي بدأ يدق بسرعة. قلبت أول ملف: شخص غريب. تاني ملف: ست كبيرة. تالت ملف: شاب. كلهم ماتوا في أوقات مختلفة، لكن الصورة كانت متصورة قبل وفاتهم بأيام. وبينما أنا بقلب
سمعت صوت نفس بيتنفس ورايا ببطء قريب جدا. لفيت مفيش حد. قلت مين هنا؟ ولا حد رد. رجعت للملفات. وقتها لقيت ورقة صغيرة بين الصفحات مكتوب فيها لو وصلت للسجل ما تحاولش تعرف مين بيكتبه. وفي اللحظة دي النور قطع. فضلت واقف في الضلمة ثواني، وبعدين سمعت صوت باب تلاجة معدنية بتتفتح، صوت حديد وهو بيتحك، وبعدين صوت حاجة تقيلة بتتحرك. قربت من مصدر الصوت، طلعت كشاف الموبايل. صفوف تلاجات كانت قدامي، واحدة منهم كانت مفتوحة، أنا متأكد إني ما كنتش فاتحها. قربت ولقيت جواها ملف، مسكته وأول صفحة كان مكتوب أشرف حسن، اسمي. إيدي بدأت ترتعش. بصيت على التاريخ، تاريخ الوفاة بعد 3 أيام، وقبل ما استوعب لقيت ملاحظة مكتوبة تحت التاريخ، جملة قصيرة: هيجي هنا برجله. أنا جريت، طلعت من المشرحة، قفلت الباب ورايا ومروحتش البيت. رحت عند محمود، خبطت على بابه كتير، فتح لي. أول ما شاف وشي قال لقيته. ما كنتش محتاج أسأله هو يقصد إيه. دخلت وقلت له أنت عارف الحكاية دي من إمتى؟ محمود قعد وسكت فترة، وبعدين قال من 10 سنين. إزاي؟ قال أنا أول مرة شفت اسمي في السجل كان قبل موتي بأسبوع. بصيت له قلت بس أنت عايش؟ هز راسه وقال أيوة. سألته طب مين اللي مات؟ محمود بص له وقال أخويا. سكت وبعدين كمل كان شبهي جدا. محمود حكى إن ليه أخوه مات في حادثة من 10 سنين. الغريب إن في نفس الليلة اسم محمود ظهر في السجل المشرحة بدل اسم أخوه، ومن يومها كل كام سنة يظهر اسم شخص جديد، شخص لسه عايش، وبعدها يحصل شيء يخلي الشخص التاني يموت مكانه. قلت له يعني إيه السجل اللي بيختار مني بيموت؟ قال مش عارف. طيب مين اللي بيكتب الأسماء؟ محمود بص له وقال دي الحاجة الوحيدة اللي محدش عارفها. سكت شوية وبعدين قال بس في قاعدة. قلت ايه هي؟ قال الاسم اللي مكتوب لازم صاحبه يجي المشرحة بنفسه قبل الميعاد. سكت، افتكرت الجملة اللي كانت مكتوبة في الملف، هيجي هنا برجله. حاولت اتجاهل الموضوع، غيرت شغلي، بطلت انزل المشرحة، حتى قدمت طلب نقل. لكن قبل ما اطلع من المستشفى في اخر يوم لقيت ظرف على مكتبي جواه مفتاح ومكتوب السجل النهائي. انا عارف ان الطبيعي اني ارمي المفتاح، لكن الفضول او يمكن الخوف خلاني اخده. نزلت للمشرحة، كانت الساعة 2:47 الفجر. الممر كان اهدى من اي مرة. دخلت غرفة الارشيف، لقيت درج مفتوح وجواه سجل كبير جدا غلاف اسود. فتحته، الصفحة الاولى فاضية، التانية فاضية، التالتة فاضية، لحد ما وصلت لاخر صفحة. لقيت اسمي أشرف حسن، وتاريخ الوفاة كان بكرة، لكن المرة دي كان في سطر جديد، البديل محمود عبد السلام. صرخت محمود، وفي نفس اللحظة دي سمعت صوت خطوات في الممر، خطوة تقيلة. الباب بدأ يتحرك ببطء ودخل محمود، لكن أول ما شفته حسيت إن في حاجة غلط. وقفت مكاني، قلت أنت إزاي عرفت إن أنا هنا؟ مردش، قرب وبصلي وبعدين قال أنت قريت السجل؟ قلت أيوة. قال يبقى خلاص. خلاص إيه؟ ابتسم وقال دلوقتي الدور عليا. رجعت خطوة لورا، قلت أنت اللي كتبت اسمي؟ قال أنا معرفش أكتب. أمال مين؟ بص ناحية السجل وقال هو. ضحكت من التوتر، قلت هو مين؟ محمود مردش. وفجأة سمعت صوت ورق بيتقلب. السجل اللي قدامي بدأ صفحته تتحرك لوحدها، صفحة 2 10، لحد ما وقف على صفحة جديدة كان فيها اسم محمود وتاريخ وفاته. نفس الليلة بصيت لمحمود كان واقف مكاني بالظبط، لكن فجأة لاحظت إن صورته كانت موجودة في الصفحة. الصورة اللي جنب اسمه كانت متصورة من نفس الغرفة، وفي الصورة محمود واقف جنبي، بس أنا ما كنتش موجود في الصورة، كان واقف لوحده. بصيت لمحمود وبعدين للصورة وقلت الصورة دي إمتى؟ مردش. قربت منه، ولما نورت الموبايل على وشه شفت حاجة خلتني ما أقدرش أتحرك. وش محمود كان طبيعي، لكن عينه ما كانتش بتتحرك. بصيت ناحية الباب، ولما رجعت أبصله كان اختفى. خرجت من المشرحة وأنا بجري، ومن يومها ما قدمتش في أي مستشفى تاني، ومحدش عرف يشرح اللي حصل. أما محمود في المستشفى قلت إنه اختفى قبلها بيوم،
ومفيش أي تسجيل رسمي إنه دخل المشرحة في الليلة دي. بعد سنين كنت فاكر إن الموضوع خلص، لحد من أسبوعين وصلني ظرف من غير اسم مرسل. فتحته لقيت جواه صورة قديمة، صورة لغرفة الأرشيف وأنا واقف قدام السجل ومحمود واقف ورايا. في الخلفية كان في شخص تالت واقف جنب باب المشرحة. الشخص ده كان أنا، لكن الصورة كانت متصورة قبل ما أدخل المستشفى أصلا. قلبت الصورة ولقيت جملة مكتوب بخط إيدي: لسه في صفحة ناقصة. ومن ساعتها وأنا بدور على السجل، لكن للأسف أنا لقيته، والصفحة الجديدة كان مكتوب فيها اسم شخص واحد بس، اسم اللي بيقرأ القصة دي، والتاريخ لسه فاضي. لو أنت وصلت لحد هنا فأتمنى تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.